ولقيت واحدة بتقوله: يا ابني ما تزودش في الشرب علشان تبقى فايق معانا لما ننزل. رحت جريت بسرعة، دخلت اوضتي ورحت متصلة بمحمد لاني كنت خايفة يكون معاهم جوه. المهم لقيته بيتصل، لقيته مردش عليا وبعدها بيتصل بيا. بقوله: انت فين؟ قال لي: انا بره بشتري حاجات من السوبر ماركت، عايزة حاجة اجيبها لك معايا. قلت له: لا لا، بس لما تيجي بقى خبط عليا عشان عاوزك. قال لي: انت ما نمتيش ولا ايه؟ قلت له: لا، ما جاليش نوم. قال لي: خلاص، اول ما اجي هخبط عليكي. وفعلا اول ما رجع خبط عليا ولقيته جايب لي شوكولاتة وجايب لي بيبس واداهم لي. وقال لي: في ايه؟ كان في حاجة ولا ايه؟ قلت له: اه بصراحة كان في حاجة. قلت له: هو علاء فين؟ قال لي: قاعد جوه. قلت له: انا سمعت واحدة بتقول له ما تزودش في الشرب. شرب ايه؟ قال لي: بصي، ما تهديش في بالك، هما متعودين على كده، بيجوا يقضوا يومين ويتبسطوا، فانت ما تركزيش معاهم. قلت له: ماشي يا محمد. وراح عشان يخبط عليهم علشان نفطر. مرضيش يفتحوا الباب بسرعة وقالوا له: استنى. فانا استغربت انهم ما فتحوش الباب يعني. وبعدها بحوالي 10 دقايق في بنتين منهم خرجوا من الأوضة. فمحمد بيقول لهم: علاء وإسراء فين؟ قالوا له: ناموا ومش هيفطروا دلوقتي. قال لهم: ماشي. فانا قعدت اقول في بالي: ناموا ازاي على سرير واحد؟ مش فاهمة. وحسيت ان في حاجة غريبة بتحصل، خصوصا لما واحدة من البنات اللي معانا جوزها بيتصل، الاقيها تقول لعلاء ومحمد: محدش فيكم يتكلم خالص قبل ما ترد. وتروح رد عليه وتشاور لاصحابها البنات التانيين بايديها علشان يتكلموا جنبها، بحيث تعرف جوزها انها قاعدة مع بنات يعني. المهم بعد ما فطرنا لقيت محمد قال لهم: مش هتنزلوا البحر؟ قالوا له: لا مش دلوقتي، هننام شوية. فلقيت محمد بيقول لي: هي ايه رأيك ننزل البحر؟ قلت له: ماشي. نزلت انا ومحمد من الشاليه. والقرية اللي احنا كنا فيها تعتبر كانت فاضية جدا لان احنا كنا في بداية الصيف وما كانش فيه ناس كتير، ونادرا لما كنت بشوف حد. ولما وصلنا عند البحر تقريبا ما كانش فيه حد موجود على الشط غيرنا. محمد بدأ ينزل المية وانا جيت انزل ولسه بحط رجلي كده لقيت المية ساقعة قوي، ما استحملتهاش. قلت لمحمد: لا مش هقدر انزل، المية ساقعة قوي. قال لي: ما تخافيش، لما تنزلي هتبقى حلوة. قلت له: لا. وفضلت واقفة على الشط مش قادرة انزل عشان المية كانت ساقعة. لقيت محمد جالي وقال لي: ما تخافيش، انا معاكي، هننزل واحدة واحدة، هاتي ايدك. رحت مدت له ايدي، ودي كانت اول مرة محمد يلمس ايدي فيها. وبدأ يدخلني المية واحدة واحدة، ومسك ايديا الاتنين وبقى يدخلني لجوه معاه. وبعد ما دخلنا قال لي: هي ايه رأيك، المية حلوة ولا ساقعة؟ قلت له: لا كده بقيت حلوة. قال لي: مفيش احلى منك. رحت ضحكت له وقلت له: انت بكاش قوي على فكرة، وبعدين خلاص انا دخلت جوه اهو، بقيت في المية، ممكن تسيب ايدي بقى. قال لي: على فكرة انا مبعرفش اعوم، ولو سبت ايدك ممكن اغرق. قلت له: بجد ما تعرفش تعوم؟ قال لي: خالص. قلت له: خلاص، عموما احنا واقفين مع بعض ما تقلقش. لقيته بيقول لي: انا هسيب ايدك علشان تعرفي تتحركي. وقلت له: مش خايف تغرق؟ قال لي: ما انا هحطها على كتفك. وراح حاطط ايده على كتفي، ولقيت نفسي لوحدي تلقائيا بحط ايدي الاتنين على وسطه علشان امسكه. قال لي: انت خايفة عليا ولا ايه؟ قلت له: اه طبعا خايفة عليك. وانا ماسكاه كده لقيته بدأ يقرب مني، حسيت ان جسمي بيسخن. قلت له: في حاجة غريبة انا حسيت بيها لما انت بتقرب مني. قال لي: ايه هي؟ قلت له: حسيت ان جسمي سخن. قال لي: ما انت كنت سقعانة من شوية. قال لي: ممكن تكون المية بس ايه سخنت فانت حسيت بكده. قلت له: ممكن. لقيته نزل ايدي من على كتفي ومسكني زي ما انا ماسكاه من وسطي، وحسيت بايده بتتحرك على جسمي. ما استحملتش. قلت له: على فكرة انا برير قوي من الحتة دي، شيل ايدك. مرضيش يشيلها وقال لي: خلاص هحركها بالراحة.
وبقى يحرك ايدي الاتنين على وسطي وهو ماسكني وقال لي انت حلوة قوي، وفضل يقول لي كلام حلو وهو بيحرك ايدي على جسمي. قلت له حرام عليك، انا اصلا واقفة بالعافية ومش مستحملة اصلا اي حاجة، ارجوك ما تحركش ايدك تاني. قال لي حاضر مش هحركها، بس هفضل ماسكك. ولاحظت انه بدأ يقرب عليا وخلاص صدره كان قرب يلمسني. ما اعرفش ازاي لقيت نفسي في حضنه واحنا في المية، واحنا الاتنين بقينا حاضنين بعض قوي. كان احساس حلو قوي. انا عن نفسي ما كنتش عاوزة اسيبه، ولقيته بيسألني وبيقول لي مبسوطة. قلت له قوي. لقيته حضني اكتر وفضلنا في حضن بعض كده حوالي نص ساعة، لحد ما فجأة لقيته بعد عني. فبقول له في ايه؟ قال لي انا شايفهم جايين من بعيد ومش عاوز حد ياخد باله من حاجة. قلت له ماشي، انا كده كده اصلا معرفتش انام، فلما يجوا انا هطلع انام شوية لحسن فعلا مش قادرة. قال لي ماشي. بعد ما هما وصلوا خرجت انا من المية وقعدت معاهم شوية علشان ما يزعلوش مني، وقلت لهم معلش سامحوني، انا فصلت من ساعة ما جيت وانا ما نمتش وعاوزة انام. وخدت منهم مفتاح الشاليه وطلعت، اخدت دش وغيرت هدومي ودخلت الأوضة، طفيت النور وشغلت التكييف وقفلت الباب ونمت على السرير. ويدوب لسه عيني هتروح في النوم سمعت صوت الباب بتاع الشاليه بيتفتح ويتقفل. قلت اكيد حد منهم جه وما اهتمتش وكملت نوم. فجأة سمعت صوت الأكرة بتاعت الباب بتاعت الأوضة بتاعتي بتتفتح. عملت نفسي نايمة لحد ما الباب اتفتح واتقفل وحد دخل. فأنا خفت لأني معرفش مين اللي دخل. فتحت عيني كده بالراحة أشوف مين، لقيته محمد. لقيته قاعد جنبي على السرير وقرب من شفايفي وفضل يبوس فيها. رحت فتحت عينيا وانا مش قادرة افتحها اصلا من اللي بيعمله. وراح قايل لي وحشتيني قوي. قلت له محمد ممكن حد يدخل علينا؟ قال لي مش هيجوا اصلا قبل ساعة. قلت له انت قلت لهم انك رايح فين بقى؟ قال لي قلت لهم انا هاخد دش كده واغير هدومي وارجع اقعد معاهم تاني. وفضل يبوس فيا وفي شفايفي كتير قوي، وراح مقومني من على السرير وخلاني واقفة قدامه، وفضل يحضن فيا ويبوس فيا كتير قوي. وانا فضلت حضناه ومش عاوزة اسيبه، بس حسيت ان ممكن حد يدخل علينا، خصوصا انه اتأخر معايا فممكن حد يجي يشوفه. قلت له معلش يا محمد يلا روح غير هدومك وانزل لهم لحسن حد منهم يشك في حاجة. قال لي انا مش عاوز اسيبك، انا ما صدقت بقينا لوحدنا. قلت له والله يا محمد وانا كمان ما عاوز اسيبك، بس معلش. قال لي حاضر، وخرج من الأوضة وانا قفلت الباب عليا ونمت. وهو دخل في الدش وغير هدومه ودخل لي تاني، فضل يبوس فيا حوالي 4 5 دقايق. قلت له ايه يا ابني انت مش بتسرق؟ قال لي هو انت زهقتي مني؟ قلت له خالص بالعكس، انا اصلا مش عاوزاك تنزل بس عشان ما حدش يتكلم. قال لي حاضر، وراح نزل. رحت قفلت الأوضة عليا ونمت وانا اعصابي مش قادرة اتلم عليها، مش عارفة اعمل ايه. وزعلت قوي انه نزل، حاسة اني مش بعتش منه ومحتاجة له وعاوزة تاني. رجعوا هم على بالليل، كنت انا لسه صاحية من النوم. حضروا الاكل وتعشينا سوا، وبعدها دخلوا ناموا وانا فضلت سهرانة. وبقيت انزل انا ومحمد البحر كل يوم لوحدنا الصبح، ونعمل اللي كنا بنعمله اول يوم، ونرجع على الشاليه لما يكون فاضي اول ما هم ينزلوا. وبقينا نعيش انا وهو اجمل لحظات حياتنا واحنا في حضن بعض. ما كناش مرتاحين، كنا خايفين اي حد فيهم يجي فجأة، فما كناش واخدين راحتنا. فلما محمد حس اني عاوزة اكون معاه لقيته قال لي انا عندي فكرة حلوة. قلت له ايه هي؟ قال لي احنا كده كده فاضل لنا هنا يوم وهنمشي،
وفاضل 3 أيام على الأجازة بتاعتنا، فايه رأيك واحنا بنجهز الشنط بتاعتنا الصبح تعملي نفسك ان جالك مكالمة ان مامتك تعبانة قوي وانك لازم تمشي دلوقتي، وانا هروح واخدك ونازلين كأننا هنمشي، ونمشي بالعربية كده في مكان بعيد بس نكون جوه القرية لحد ما هم ياخدوا الشنط بتاعتهم ويمشوا، ونبقى نطلع انا وانت تاني الشاليه براحتنا. قلت له فكرة حلوة، بس انت هتجيب مفتاح الشاليه ده منين؟ قال لي انا اصلا معايا نسخة من بدري كنت واخدها قبل كده من علاء، وكنت باجي انا واهلي او انا وزمايلي نصيف هنا. قلت له